من افضل الحاجات في تعلم اللغه الانجليزيه ان انت تتعلم تسمي الاشياء اللي حواليك. what's this what's this what's this what's this in English. اوكي، مش بس تتعلم تسميها، كمان ده كمان sign it، يعني اعمل لها sign. يعني ايه sign؟ اعمل لها لافتها. يعني عندك مثلا وليكن ازازه، عندك مثلا desk. اوكي، اي حاجه قدامك اعمل لها ايه؟ naming، تسميه. فسمي دي مثلا وليكن table، واكتب عليها كلمه table. هات ورقه اكتب عليها كلمه table بالسبيلنج بتاع المستر، وروح الزقها على التيبل. لو انت صغير، لو انت كبير بتعلم انجلش، لو انت عايز توصل حاجه في الانجليش ويبقى عندك معلومه ويبقى خلاص لزق هنا كل ما تتعب في تسجيل المعلومه كل ما الدنيا تبقى افضل. هنا دي هتكتب عليها بوتل 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 بوتل، الاثنين يا اولاد، بوتل وبوتل. هو المستر قالها بوتل يبقى هو جايبها من عندهم وبيقولها كده، فقولها وخلاص، ما تغلبش نفسك، وبتتقال بوتل. طيب حطيت مثلا ده كده، فقلت ده ايه؟ what's this in English؟ ده كده a chair a chair a chair. طيب تعالى ناخد شوية صور كتيرة ونسمي الأشياء، وبعد كده بعد ما تخلص ليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني اعمل ليبلز، لافتات كده على كل الحاجات اللي عندك. الانجليزي مش واقف عليا، اكتب على الانجليش كده. يعني ايه سرير؟ هيطلع لك كلمة بيد، روح طلع كلمة بيد بي اي دي واكتبها في ورقة وروح الزقها على السرير. حضرتك اعملي كده لابنك. حضرتك اب وعايز ابنك يتحرك بسرعه، اعمل كده. الدنيا دي مفيده جدا 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 ومؤكده، لان احنا في اول ليسونز، واول حاجه بيعملها اصحاب اللغه نفسهم نيم ثينجز، اتعلم التسميه الاشياء اللي حواليك. اوكي، طب حضرتك سقط قدامك حاجه ما انتش عارفها، تواصل معايا. في حاجه انت مش عارف اقولها كده ولا اقولها كده، تواصل معايا وانا اقول لك الفيصل ايه. Here we have some words. عندنا بعض الكلمات هنا، ممكن تكون الكلمات دي مش واضحة معاك أحسن حاجة، بس احنا هنحاول نوضحها. عندنا مثلا a bus a bus a bus، أتوبيس يعني. an apple an apple an apple اللي هو التفاحة. a phone a phone a laptop a laptop an umbrella an umbrella. a house منزل. a bike a bike a bike يعني دراجة، العجلة. a bag a watch a book a photo a sandwich. دي كلها كلمات لأشياء. يلا نحط بقى الكلمات ديت تحت الصور بتاعتها. تعالوا نسأل الأكسنت الأجنبي. What's this in English؟ What's this in English؟ قول معايا كده. What's this in English؟ What's this in English؟ What's this in English؟ What's number one in English؟ What's number two in English؟ What's number three؟ What's number four in English؟ What's number five in English؟ What's number six in English؟ Okay, let's listen to Martin. يلا نسمع كده وهو بيقولها بالإنجليش وبيسمي لنا الحاجات، ونشوف يا ترى احنا قلنا صح ولا قلنا غلط. Okay؟ One, a book. A book. Two, a phone. Yes. Three, a photo. احفظ يلا عشان هنكتبهم مع بعض. Four, a bike. Five, a sandwich. Six, a house. لو حفظتهم تعالى ساعدني اكتبهم. Yes, great. Number one, a book. Number two, a phone. Yes, great. Number three, yes, good, a photo. Number four, a bike. Number five, a sandwich. Number six, a house. Okay, dear, let's go on. Look at number seven. What's this? Number eight, what's this? Number nine, what's this? Number 10, what's this? Number 12, what's this in English? Seven, a laptop. Eight, a bag.
9. A watch. 10. A bus. 11. An apple. 12. An umbrella. Okay, let's write the words. Number 7, a laptop. Number 8, a bag. Okay. Number 9, a watch. Number 10, a bus. Number 11, an apple. Number 11, an apple. Number 12, an umbrella. Okay, after we named things. بعد ما سمينا الأشياء مع بعض, let's يلا بينا say it نقولها a sentence جملة. يلا بينا. Okay. Sentence number 1. It's a book. So you consider here, it's a book. Number 2, it's a phone. Number 3, it's a photo. Number 4, it's a bike. Number 5, it's a sandwich. Number 6, it's a house. Number 7, it's a laptop. Number 8, it's a bag. Number 9, it's a watch. Number 10, it's a bus. Number 11, it's an apple. Number 12, it's an umbrella. It's an umbrella. Okay? This is naming things. اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده تسمية الأشياء، وقلت لك من أنجح الطرق في تعلم اللانجوج. خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو اللي بعده عن البلورال، ازاي تخلي الون وورد تبقى كتير.